نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم في بيان مقتضب بالأخبار المتداولة حول الانفصال عن المدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي. بلاغ ترك مساحات لتأويلات يكاد يجمع عليها الرأي العام في المغرب. مهدي فودي والتفاصيل. بجملة واحدة سعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى إخماد نار الشائعات حول مصير وليد الركراكي، غير أن بعض القراءات تجعل من بلاغ نفي الانفصال بابا لتأويلات يكاد يجمع عليها الرأي العام في المغرب في ظل غياب تأكيد تجديد الثقة في المدرب. بيان مقتضب دون فتح باب اليقين، يرى البعض أنه يمهد ضمنيا لانفصال وشيك في ظل المعطيات الحالية التي تعزز هذا الطرح. اللحظة القانونية أي لحظة أو فعل فسخ العقد لم يتم بعد، لكنه لا ينفي بأي شكل من الأشكال وجود نية أو توجه نحو إقالة وليد الركراكي، وبالتالي هذا الأمر يمكن قراءته من خلال مجموعة من المؤشرات. أولا توالي التقارير الصحفية التي تؤكد تواليا أنه صفحة وليد الركراكي مع المنتخب الوطني المغربي تشرف على النهاية. ثانيا أنه غياب أي تواصل من الأطراف المعنية سواء الجامعة من خلال بلاغ واضح أو ندوة صحفية يتم فيها تسليط الضوء على جميع هذه التفاصيل، ولا من خلال وليد الركراكي الذي لم يخرج شخصيا لينفي هذه الأخبار. هناك مؤشر أراه مهما كذلك، وهو إعلان العميد رومان سايس عن الاعتزال الدولي، وهو الذي كان من بين اللاعبين الأساسيين في فقرة أو فترة وليد الركراكي. وبالتالي أعتقد أنه من خلال كل هذه المؤشرات نهاية مرحلة وليد الركراكي أعتقد هي مسألة وقت فقط في انتظار الحسم في هوية الناخب الوطني الجديد. صيغة النفي ورغم وضوحها الظاهري تركت مساحات للتأويل في ظل تصاعد الشكوك حول مستقبل مدرب عمر 4 أعوام، حصد خلالها المركز الرابع في كأس العالم والميدالية الفضية في كأس إفريقيا. وبين من يراه تثبيتا غير مؤكد للثقة ومن يقرأه تمهيدا لرحيل مؤجل تحكمه المساطر ومسألة اختيار البديل، يبقى النفي في حد ذاته نقطة صمت في لحظة تتطلب الحسم في الأمور، خاصة مع اقتراب الاستحقاق المونديالي. على الجامعة أن تحسم الأمور، لأنه كأس العالم قريب جدا، 2026 قريب جدا، نحن على الأبواب، لأنه بقيت فقط 3 أشهر على الانطلاقة. أمام مباراة ودية ضد الإكوادور وضد الباراغواي، يجب الحسم، إما الإبقاء على وليد الركراكي الذي يعرف خبايا البيت الداخلي، أم تغييره، ولكن التغيير ديالو ماشي بمدرب أجنبي، التغيير ديالو يكون بمدرب مغربي. وهنا أقول اسم اللي هو معروف، اللي هو طارق سكتوي الذي قاد المنتخب الأولمبي برونزية باريس، شان بكينيا أوغندا وتنزانيا، وكذلك بكأس العرب التي أقيمت بقطر، دون نسيان بطل العالم اللي هو محمد وهبي رفقة المنتخب المغربي للشبان. نفي واضح في كلماته غامض في دلالاته، يتردد صداه بين من يراه خطوة للتهدئة ومن يقرأ فيه صمتا يسبق التحول. وبين السطور يبقى المستقبل معلقا. لا يزال وليد الركراكي مدربا لأسود الأطلس إلى أن تقول الأيام القادمة كلمتها. مهدي فودي، بين سبورتس، الرباط.